لو بتحبي الرمان بس بتتعبي في تقشيره، الفيديو ده هيريحك جدا. هنعمل اسهل طريقة لتقشير الرمان، وكمان هنعرف اهم فوائده الصحية السريعة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. معايا هنا حوالي كيلو رمان. بصي برضه هقولك على معلومة حلوة، انا عرفتها من المكان اللي انا بشتري منه الرمان. بيقولك هنا لما بيكون المكان المفتوح دوت بيكون واسع كده، وتحسي اللي هو يعني ناضج كده، ده بيكون طعمه الرمان بيبقى نفسه مسكر وطعمه حلو، بيكون مستوي كويس. ولما يكون الحته اللي هي مفتوحه دي مقفوله كده شويه، ده بيكون برضو لسه ما استواش قوي. تمام كده. جبنا الرمان خبطنا عليه بظهر السكينه او مثلا بمعلقه. كنت بدوقه بس بطمن هل طعمه حلو ولا لا، بس هو بجد بجد اللي في السوق طعمه جميل جدا اليومين دول. فرحت مخبطه عليه كده زي ما شفتوا، باجي يعني بفتحها من فوق زي كأني بقطع برتقانه بالظبط، وباجي من كل فصل ابيض بروح قطع بالسكينه. ده بيخليني ايه، ما بيجيش ناحيه الرمان نفسه، عشان الرمان بيبقى من جوه زي فصوص، يعني بقى بمعنى اصح بقطع كل فص لوحده. تمام كده. بصي بتفصص معايا بسهوله. عايزه اقول لك على حاجه، الطريقه دي مش بيخليني اطور منك ولا حاجه، وبتفصص يعني انا يعني تقريبا فصصت اكتر من كيلو، ما خدش معايا 5 دقايق تفصيص. انا واحده من الناس كنت بكسل اجيب الرمان، عشان كنت بصراحه يعني ايه، بتضايق شويه من التفصيص بتاعه، بالذات معايا اولاد وكده، فما بقاش ما عنديش وقت اللي انا افضل اعمل كده. تمام. بصي زي ما انت شايفه تاني كده اهو عشان تركزي فيها، والله بجد سهله جدا. وبكده بالطريقه دي بيخلي السكينه ما تقطعش الرمان، فنفس الفصوص بتاعه الرمان، فما تبقاش منزله ميه معاكي ولا حاجه. تمام. بصي بتفصص بسهوله ما شاء الله. تمام كده لغايه ما نفصص بقيه الرمان. عندنا بقى ايه شويه كده فوائد ممكن نتكلم فيها على الرمان. طبعا هو الرمان ليه فوائد كتيره جدا، انا مش هقدر اتكلم فيها كلها، بس يعني جزء من الفوائد دي مهمه جدا بصراحه. فعبال بس ما نعمل كده نوضع ان انا احضر كوبايه رمان كده بموز كده جميله للاولاد، ممكن نتكلم شويه على فوائده. طبعا اول حاجه واهم حاجه تعزيز المناعه، احنا محتاجين اليومين دول جدا في الادوار البرد المتكرره. الاولاد كل ما بيخفوا بيرجعوا يتعبوا تاني من المدرسه وكمان الكبار برضو بيتعبوا، فبيبقى محتاجين حاجه ترفع مناعتنا. الرمان مانع قوي، يعني بيرفع جدا المناعه. تمام كده. وكمان بيبقى مفيد جدا للقلب. ليه؟ عشان خاطر بيخفض نسبه الكوليسترول الضار. تمام كده. وبيساعد كمان في الهضم عشان هو بيبقى فيه الياف كتير. تمام. وكمان بيبقى رائع للبشرة جدا عشان هو غني بفيتامين سي ومضاد للأكسدة، بيبقى حلو جدا للبشرة بتاعتنا. تمام كده. فطبعا هو وفيه فوائد تانية كمان كتيرة، وإن شاء الله في مرة تانية برضو أقول لكم عليها. وهو بصراحة بيبقى طعمه حلو وجميل، فوائده كتير، فلازم نستخدمه في كل وصفاتنا. وممكن نحطه كمان نضيفه على السلطة. وممكن بنعمل بيه كمان طرق للحمة.